السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، مرحبا بكم معنا في قصة جديدة لهذا اليوم، قصة كوثر المؤثرة. كانت كوثر بنت فقدت والدها حادثة سير مفجعة وهي صغيرة، وبقات مع عمها ومراته في الدار، وكوثر ما كانوش كيعاملوها كفرد من العائلة. كانت كوثر هي اللي كتفيق الأولى في الصباح باش تشطب وتجفف وتغسل المواعن، وخا هي بقى صغيرة بزاف، وهي اللي كتنعس آخر وحدة في الليل بعد ما تجمع الدار، وكل شي كيشوف فيها نظرة ناقصة. مرات عمها كانت كتعطي لولادها أحسن مكاين في الماكلة وكتشري لهم حوايج جداد، ومريم عمرهم ما فرحوها بشي حاجة جديدة. حتى الماكلة ما كتاكلش معاهم في الطبلة، كان كتاكل في الكوزينة إلا شاط ليهم شي حاجة. بواحد النهار كانت البرد قاصح والشتا بزاف، جراو على كوثر من بيت اللي كتنعس فيها، حيت جاو عندهم ضياف غايباتو وصيفتوها لواحد البيت في السطح. البيت صغيرة وقديمة وفيه غير الخردة. طلعات كوثر للسطح باش تنظف ديك البيت المهجورة اللي بدات كوثر جمع داك البيت ديال السطح باش تنعس فيها. لقات فيه واحد صندوق حديد قديم ومصدي، خداتو وفتحاتو ولقات في الداخل ديالو رسالة من الأم ديالها والصورة قديمة، ومعاهم واحد الساروت ديال الخزنة ديال البانك. وكوثر ما كانش عارفة باللي باها خلى ليها الورد، كان عمها مخبي عليها داك الورد، ما بغاش كوثر تعرفه، بغا يستولى على كل شيء. ومرات السنين وكوثر كبرات وقرات، وداك الساروت اللي لقات في صندوق ديال البيت في السطح، ساروت ديال الخزنة ديال البانك، وداك الساروت هي بداية باش ترجع كوثر حقها. مشات كوثر للبنك وفتحات ديك الخزنة ولقات باباها خلاها الورد كبير، وكوثر قرات. والآن كوثر ولات طبيبة ناجحة، وعمها ومراته كيدوقوا بابها باش تساعدهم، وكوثر سمحات ليهم حيت طبات على يديهم وخا ما كيعملوهاش مزيان، حيت الأيتام كيعرفوا قيمة الرحمة، واليتيم راهو الصاع عليه الله، واللي كياكل حقه راه كياكل النار في كرشو. إلا أثرت فيكم قصة مريم خليو دقيقة من وقتكم وصلوا على النبي محمد. إن عجبتكم القصة ما تبخلوش عليا بلايك والاشتراك في القناة. السلام عليكم.